دي قام غيرها لي بالتسميات. قال لك يا اخي الانحدار 1، الانحدار 2، الانحدار 3، الانحدار 4. شوف واضحة. 1 ده ظاهر، 1 ده نوع شنو؟ لما تتقارب في الدنيا تتباعد في العليا، ده محدب. تعال لما يكونوا خطين سلمي أو مدرج، سلمي أو مدرج، لما تتباعد في الدنيا تتقارب في العليا، ده مقعر. لما تكون المسافات متساوية، لا، انحدار ماله؟ ده منتظم. محدب، تتقارب في الدنيا تتقارب في الدنيا تتباعد في العليا، كله خطين مع بعض. انحدار سلمي، تتباعد في الدنيا تتقارب في العليا، مقعر. لما تكون المسافات بين الخطوط متساوية نسميه انحدار شنو؟ يبقى دي. شوف الشكل بيوريك لي الأربع انحدارات في حتة واحدة وقصد يجيبها. الكلام ده بالمناسبة مطبق عندك في الخريطة ومكتوب عليها خريطة سنكات، بتلقاها في الركن الشمالي الغربي من اللي هو سنكات، موجود فيها هذا الشكل. جايب حاجة مهمة جدا، أنا لو جيت لاحظتها بالطريقة دي ومديني قال مجموعة بتاعت خطوط، المرة دي جايب لي الخطوط. شوف أنا ممكن تكون بالصورة دي وتكون بالطريقة دي. أنا أخذ وهو أخذ لي جزء وجزء محدد، أنا داير أوريك لأهميته. ونفس الترغيب مديني أنا هنا 900 950 1000 1050. يلا تعال شوف سؤاله. مرات يا جماعة احنا بنقوم نعمل الآتي، بيقول لك يا أخي داير الظاهرة داخل المستطيل، خلي لي بالك كويس. يقول لك الظاهرة داخل المستطيل، ها داير الظاهرة دي ها داخل المستطيل ها. أنا لو جيت لاحظت التراجع بتاع خطوط الكنتور ماشية للجهة شنو؟ العليا، مناطق المرتفعة، المناسيب العليا. جماعة لما تكون متراجعة نحو المناسيب العليا، أنا طوالي قاعد أقول المنطقة دي قاعدين نسميها شنو؟ نسميها شنو؟ وادي. يقول لك وادي، الوادي تتراجع فيه خطوط الكنتور نحو المناسيب العليا. وبالمناسبة حنجي نشوف عندنا طوالي ظاهرة تأتي عكس الوادي بنقول عليها شنو؟ بروز. يبقى التراجع بتاع الخطوط في البروز يكون نحو المناطق المنخفضة، نحو المناسيب الدنيا. يقول لك وادي بروز، وادي بروز. أنا بالمناسبة في التعريف بنعكس فقط، تتراجع نحو المناطق المرتفعة أو المناسيب العليا، هنا نحو المناطق المنخفضة أو الدنيا. وبنلقى شوف هنا نحو المناسيب العليا، أو قاعدين نقول المناطق ياتا المرتفعة. هنا التراجع بتاع الخطوط نحو المناسيب ياتا الدنيا أو نحو المناطق المنخفضة، نقول المنخفضة المناسيب الدنيا. بالمناسبة ديل أكثر شكلين مهمات، بالله خلي لي بالك. الشكل في الرسم، أنا داير أوريك حاجة. عندنا الرسم بالمناسبة أنا الآن حفرق لك والحتة دي مهمة جدا. ممكن نخلي لو جيت لاحظتها في الرسم، أنا بالمناسبة لأهمية الجزء ده قبل كده ما اشتغلت لك، ولأهميته بالله لاحظ أنا حآخذ وقفة فيه وحاقوم أبين بالذات الحتة
كيف نفرق بين الوادي والبروز داخل الخريطة؟ أنا الآن في التعريف لما يجيب لي السؤال بتاع أكمل ويجيب لي عرف يا هدي، ده الفرق. الوادي عندما تتراجع فيه خطوط الكنتور نحو المناسيب العليا أو المناطق. طيب البروز عندما تتراجع خطوط الكنتور نحو المناسيب أو المناطق المنخفضة. دي كده التعريف، فرق في التعريفات. لكن أهم حاجة في الخريطة، أنا قبل لما قلنا الظاهرة اللي بيمثلها لنا الظاهرة ها، قلنا لك ها دي عبارة عن شنو؟ وادي. تعال شوف، أنا هنا هعمل رسمة مهمة جدا. بالمناسبة أنا هعمل الرسمة دي، خلي لي بالك للخطوط، وخلي بالك تماما أنا داري أعمل شنو؟ أنا عملت دي 3 خطوط، ممكن نعملها لك 4 خطوط ما فرقت. تعال أنا هنا هعمل نفس الشيء، أعمل 3 خطوط أو أعمل 4 خطوط، ويا ريت نقوم نستخدم نفس الفاصل الرأس اللي كان ادانا له. والآن أنا دايرك تلاحظ تماما الشكلين ديل زي بعض حتى الآن في الرسم، صح؟ يبقى الفرق بيجي وين؟ أنا حأجي أقول لك في الشكل، نفترض أنه إذا أنا جيت عندي الظاهرة نقول عليها س والظاهرة صاد، نسميها بالطريقة دي. يبقى الظاهرة س عين كويس. الخط ده لو جينا قلنا 950 وجيت قلت 1000 وجيت قلت لك هنا 1000 وكم 50. وخلي بالك كويس، أنا حاجة أقول لك هنا 1050 وده 1000 وجيت قلت لك هنا 950 وهنا كم 900. كده الوضع اختلف ولا لا؟ كده اختلف تماما. أجاب الاختلاف شنو؟ الأرقام. يا جماعة دائما الترقيم هو أساس خطوط الكنتور، ترقم حسب الفاصل الرأسي. أنا ما بقدر أعرف أنها دنيا أو عليا إلا بالأرقام. يلا عايل لي هنا، نحن عندنا حاجة قاعدين نسميها، بيقول لك رأس الفي. عايل لي كويس، أنا بقوم قالوا لو عملت الحرف في ده وجيت عملت الحرف في هنا اللي هي نقول، ومرات بنقول 7 و8، هنا لو جيت لاحظت رأس الفي يشير نحو المناسيب. انت 1050 1950 كل مرة ماشي لوين؟ لأسفل مناطق الدنيا. لما تكون ماشي للدنيا حيكون منه بروز. تعال شوف هنا، انت عندك بالطريقه دي هنا راس الفي عين دي 950 1000 1050 كل مره ماشي لشنو؟ بالارقام ماشي لشنو؟ ماشي زايده تتزايد زايده نحو المناطق المرتفعه. اذا دي شنو؟ اذا دي وادي. بالله الحته دي انا قبل كده ما اشرت لك لها بالتفصيل ده، لكن خلي لي بالك ده بروز ده وادي. انا بالمناسبه لسه حاوريك حاجه مهمه جدا، دار اوريك شكل البروز في الطبيعه وشكل الوادي في الطبيعه لاهميه الموضوع ده. فعليك الله يا ريت تابع معي كويس. ده الشكل كيف يكون الوادي في الطبيعه. الان انا عرفت في الخريطة، دار اجي اشوف نفس الشكل ده اطبقه واوريك ليه هو اصلا في الطبيعه كان شنو وجبناه نحن بالخطوط. اذا الظاهره س هي بروز والظاهره صاد هي وادي. وانا لما اجي في مساله الوادي والبروز لاحظ لي تماما، لما انا اجي اعمل قطاع، لو رسمت قطاع للمنطقه دي قاموا قال لي شكل القطاع بيكون بالصوره دي البروز. وتعال شوف لاحظ الوادي بيكون دائما الوادي ذاته تعريفه قالوا هو الاراضي المنخفضه او المناطق المنخفضه اللي هي يجري فيها النهر او المياه.